إخواني الكرام، مرحبا. في قلب مدينة طنجة، حيث يفترض أن تنقذ الأرواح لا أن تزاق القيم، تفجرت قضية هزت الوسط الطبي وأثارت صدمة واسعة. القصة لم تبدأ داخل غرفة عمليات، بل داخل صراع محتدم حول تسيير مصحة خاصة. صراع خرج عن السيطرة وتحول من خلاف مهني إلى مواجهة عنيفة، عنوانها الفوضى بدل القانون. مساء الثلاثاء الماضي أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة الستار على فصل خطير من هذه القضية بأحكام وصفت بالصارمة. طبيبان معروفان في المدينة وجدا نفسيهما في قفص الاتهام. الأول حكم عليه ب2 حبسا نافذا بعد تورطه في العنف والتهديد وعرقلة حرية العمل، أما الثاني فكانت العقوبة أشد، 3 سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بالضرب والجرح باستعمال السلاح، جريمة خلفت عاهة مستديمة. لكن القصة إخواني أخواتي لا تتوقف عند السجن، فالمحكمة أقرت أيضا تعويضات مالية مهمة بلغت 40,000 درهم لكل ضحية، من بينهم طبيب وزوجته وعاملة نظافة كانت ضحية جانبية، لكنها دفعت الثمن بكسر خطير. ما حدث ليس مجرد نزاع عابر، بل جرس إنذار يدق بقوة داخل قطاع يفترض فيه الانضباط والأخلاق قبل أي شيء آخر. فحين يتحول الخلاف حول المال والتسيير إلى عنف وسلاح، فإن الخسارة لا تكون فقط للأطراف المتنازعة، بل لثقة المجتمع بأكمله. قضية مصحة الريف ليست مجرد ملف قضائي، بل مرآة تعكس خللا أعمق وتطرح سؤالا كبيرا: هل يمكن للقطاع الصحي أن يستعيد صورته إذا غابت روح المسؤولية؟ وفي النهاية تبقى الحقيقة واحدة: حين يغيب الحوار يحضر العنف، وحين يكسر القانون تكون العواقب أقسى مما يتوقع.